بنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ باقي شي وحده كتولى بحالي مازال ما وجدتش المعسلات. كنظن واقيلا انا هي اخر وحده اللي بقات. جيت نشارك معكم اليوم هاد المعسلات كيجيو زويونين بزاف. هادي بقلاوه درتها بكاوكاو واكيد بالنكهه والنسمه المغربيه ديال ما الزهر والقرفه. كتجي رائعه بزاف وساهله التحضر. كتوجد في 10 دقائق، يعني حتى اللي ما مساليش او لا ما صوبش ممكن يصوبها. يعني في رمضان ممكن تصوبوها. انا اصلا صوبت غير كونتيتي قليله. درت انايا نص كيلو ديال الكاوكاو، عندي شويه ديال القرفه وشويه ديال سكر كلاصي ما تكثروش بزاف. درت انا هنا غير معلقه. ودرت هاد ساشيه ديال السكر ديال الزهر. عندي العسل اللي ديجا وجدته ما شاركتوش معكم، راه ديجا كاين في القناه. وغادي نصوبها اكيد بلا بات فيلو. هذه خديتها من بيم وصراحه صدقت زوينه بزاف، ما لقيتش فيها نهائيا حتى شي وحده مهرسه، ما عجبتنيش. وصافي وغادي نستعملوا واحد لاطه ديال الفران اللي غادي ندهنوها بالزبده باش نحطوا فيها دوك لي بوده. باش تساعدنا هاد المقلاوه باش نديروا لها دوك الكميشات كنستعملوا هاد الاعواد ديال الشواء. غادي نلويهم مزيان في هاد الفيلم اليمونتير وغتشوفوا معايا الطريقه كيفاش غادي نخدمها. بالنسبه للكاوكاو كيف كتشوفوا في الاول ديال الفيديو قليته من بعد ما فسختو، يعني درتو في الماء غليان حتى طلعت ليه ديك الجليده ديالو، فسختو ونشفتو مزيان، يعني بقى من الصباح حتى العشيه هو كينشف. عاد قليته اكيد في الزيت بارده وعلى عافيه متوسطه باش يتقلى لينا مزيان ويتقلى حتى من الداخل ويتقرمش. وكيف شفتوا راه هانتوما كيف كيبان في لا فيديو راه ماشي محمر بزاف لانه مازال غيكمل الطياب ديالو في الفران. هانتوما هو راه محرمل محمر ومقرمش ولكن ماشي بزاف. درت واحد القبيصه ديال الملح هكذا باش نوازنوا الذوق. غادي نحط جميع المكونات وغادي نطحنوا بالهاشوار. فضلت اني نخدم الهاشوار باش تعطينا هكا واحد لي مورسو اللي يكونوا هكذا في مقرمشه باش ما يجيش معلك بزاف. يعني كيكونوا شي حاجات اللي شي حبات اللي مطحونين وشي حبات اللي مهرمشين. هكذا الطحنه ديالو كتجي زوينه. صافي غادي نحط جميع المكونات وغادي نطحنوا هكذا وهكذا عينكم ميزانكم حتى تحصلوا على القوام اللي نتوما باغيين. صراحه هاد البقلاوه كتجي لذيذه ولا بات فيلو كتبقى مقرمشه. يعني الصراحه كتجي احسن من الورقه ديال البسطيله بالنسبه للتقرميشه ديالها. صافي هنايا راه ساليت. دابا غادي ندوز باش نوجد اللاطه باش هكا نخدم تجيني الخدمه ساهله وسلسه. صافي غادي ندهنها بهاد بالزبيده. بالنسبه للزبده استعملت زبده نباتيه عاديه. درتها مزيان حتى ذابت وزدتها شويه ديال الزيت باش كتعطينا قرمشه اكثر، لانه الزيت كيعطينا قرمشه اكثر من الزبده. وحتى دابا مع الجو بارد ما كيخليش الزبده دغيا تلكد. صافي هنا بديت كنسرح في لاباط فيلو. وضروري الوريقات الاخرين ديال الفيلو نخبيهم بواحد المنيدل، ومن الافضل نكونوا مفزكينو وعصرينو مزيان. يعني هذه كاضافه باش ما تنشفش لينا هاد الورقه. وحنا غادي نخدموا هكا بسرعه باش ما تنشفش. غادي ناخذوا هاد العويد هذا اللي صوبنا غادي نحطوه في الراس ديال الورقه غير بواحد هكذا بواحد سنتيم وكنسدو. انا راه للاسف ما كانتش واضحه في هذا في التصوير. صافي كنسدو عليه وغادي نحطو الحشوه. بالنسبه للحشوه متكتروش بزاف، انا راه درت تقريبا 3 ديال المعالق هكا جايين بومبي في كل بوده. غادي نسرحو كامل هكا بشكل طولي، المعلقه الاولى الثانيه الثالثه. صافي ونحاولوا باش يجينا هذوك الكميه متساويه على الطول كامل ديال الورقه. هي راه سهله بزاف. يعني عندكم واحد الساعه ديال المكانه فيها تحمار ديال اللوز اولا كاوكاو فيها باش تقادوها والطياب ديالها والتعسال وتحطوها في البواطه تلقاو راسكم ساليتو
في ساعة تاع المكانة. صافي من بعد ما ساويت الكميه كامله كنبقاو ندوروها بحال هكذا، وحنا كنزيرو شويه، ما نزيروش بزاف حتى تبدا تقطع لينا الورقه، حيت هي راه حساسه وكيخصنا نخدموها غير بشويه. واخا تقطع لينا من شي بلايصه غير نكملو، راه في الطياب يعني كتلحم في الطياب. الا بات لينا شي بلايصه ناشفه نزيدوها الزبده، هي كتكونسومي لينا شويه الزبده، يعني ضروري الورقه خصنا نكونوا كندهنينها مزيان مزيان. صافي وغادي نعاود ندهنها عاود من الفوق هكذا باش تلصق كامله. غادي نبدا نكمش فيها هكذا واحد شويه. شفتوا داك العويد اللي درنا هو اللي كيساعدنا باش نديروا هاد العمليه هادي. صافي وغادي نحيدوه، وغادي نحاولوا نحطوها في اللاطه على البلاصه ديال الملاقيه، يعني الاخر ديال الورقه، ديك الحاشيه هي اللي نحطوها من التحت. هنا راه كنت غنديرهم هكذا بالعرض، بالعرض ما جاش، وانا نقلبو درتهم بالطول باش جاتني هكذا على القد ديال سميتو، على القد ديال اللاطه. دابا مع الزبده والجبير دغيا كتكرم دغيا كتشد في راسها. صافي وغادي ندير معكم وحده اخرى باش تشوفوا الطريقه. كيف شفتوا هي لاباط فيلو راه مخبياها كامله، ما نخلوهاش من الجناب او هكذا معريه باش ما تنشفش وتبدا تفرتت. الورقه اللي كنستعملو ضروري كندهنوها مزيان بهذا الخليط ديال الزبده والزيت. اكيد راه الزبده الكميه ديالها كثيره بزاف على الزيت، يعني بحال شي كاس ونص ديال الزبده دايبه معاهم نص كاس تاع الزيت، يعني تقريبا هاد المقدار. ندهنوها مزيان نعمروها. والزبده ما نحرقوهاش بزاف، يعني ديك نوصلوا لديك الدرجه هكذا ديال الزبده محمره بغنوازيت. هانتوما كتشوفوا ديك الفراره ديالها وداكشي لاصق في الكاسرونه هكذا من الفوق، يعني باش ما يكونش فيها ديك الرطوبه اللي غادي تفزق لينا الورقه وما تبقاش مقرمشه. هانتوما هي بانت الطريقه هنايا حسن. حطيت هذاك العويد ديال الشواء وسديت عليه وصافي، وغادي نحط الحشوه ونحاولوا نديروا نفس الكميات باش يجيونا الحبات متساويين. صافي وغادي نقلبوها كتجينا ساهله، وداك العويد صراحه بحال كيوقفها وكتجي ساهله دغيا دغيا كدوروها. صافي غنستمر بنفس الطريقه. انا هنا ما نقدرش ندير يديا بجوج باش ما نضركش لكم الكاميرا باش تبقاو تشوفوا، اما الا خدمتو هكذا بيديكم بجوج كدوروا بحال كيف درت دابا، من هاد الجهه ومن هاد الجهه صافي دغيا كدوروها، ماشي بحال تبقاو كدوروا غير بيد وحده. الا شفنا محتاجه للزبده كنديروا الزبده ونيت باش تسد لينا مزيان. صافي ندوروها على الجهه اللي سديناها منها، وغادي نديروا فيها دوك الكميشات بحال هكذا كيجيو فيها بحال لي بلي. صافي وغادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه كامله. كل ساشي هادي ديال الفيلو كتعطيني 8 ديال الحبات، يعني 8 ديال لي بودان. صافي من بعد ما كملت الكميه كامله دهنتهم بالزبده هكا من الفوق باش ما ينشفوش، وغادي ندوز باش نقطعهم قبل من ما يطيبوا. كنحيد دوك الجنيبات بوحدهم وكنقطعهم هكذا على حساب الشكل اللي بغينا، واش بغيناهم يجونا صغارين او لا يجوا طوال، على حساب كل واحد والاختيار ديالو. حاولوا غير تقطعوهم شي موس حاد بحال هكا ويكون رقيق، ما نقطعوهمش بالموس ديال المنشار.
صافي باش تجينا التقطيعه مقاده وما يتشتوش. كنخليهم مزاحمين وكنقطعوهم. الفران غنكون مسخنه من قبل مزيان، شاعله عليه من الفوق ومن التحت، ومن بعد غادي نديرو على 150 اولا 160 درجه، ونخليهم يطيبوا يتحمروا على خاطرهم. من بعد ما تحمروا لينا غير شويه يبانوا لنا تحمروا من الفوق، غادي نحاولوا نكحازوهم هكا شويه على بعضياتهم من الجناب باش يوصلهم العافيه حتى في الجناب ويتحمروا واحد شويه. صافي هكذا بين ما يطلع ليهم اللويين، صافي كنخرجوهم هما مازال سخانين، كنخويو عليهم العسل اللي ديجا مصاوبين اولا القطر. انا كنفضل العسل لانه كيحافظ على القرمشه ديالهم اكثر. وهكذا في هاد المناسبات حنا كنكونوا مصاوبين العسل مصاوبينه بواحد الكميه اللي هي كبيره، يعني من الاحسن نستعملوه غير هو. ها هو العسل، غادي نبدا نهز ونخوي عليهم وهما كيتشربوا، هما يكونوا سخانين كيف خرجناهم يكون العسل حداهم بارد. هنايا هاد العسل انا منسمه بالليمون، صراحه جا المذاق ديالو زويون، وحتى اللوين ديالو كيجي غير مذهب كيجي فن. صافي غادي نخوي عليهم العسل ونخليهم يتشربوا غير واحد شويه، ميم با واحد 10 دقائق بحال هكداك. صافي غادي نهزوهم نديرهم في واحد الصفايه باش نتخلصوا من الزائد ديال العسل اللي عندنا، وغادي ندوز باش نستفهم في واحد البواطه. كنشربوهم مزيان بالعسل، صراحه كيجو لذاذين بزاف. وكيف الطريقه اللي درت لهذا الكاوكاو ممكن ديروها للوز، يعني تحمروه واحد شويه، يكون محمر ولكن ماشي حمر بزاف، فهمتوني. وهذا وباش يكمل ليه الطياب ديالو في الفران. اما بالنسبه للبيستاج والكاجو، هادوك كنستعملوهم نيشان، كناخذهم خضرين ما ناخذهمش مالحين من المحل، وكنستعملوهم بلا ما كنحمرهم لا حتى شي حاجه. وحتى الكركاع والبيستاش والكاجو بلا ما نحمرهم نيشان كتهرمشوهم، كتضيفوا لهم شويه السكر. من الافضل هذوك الانواع ما نديروش لهم كاع القرفه وهذا والنكهه ديال الزهر، يعني كتستعملوهم ناتور صافي، وكتخدموهم بنفس الطريقه. هانتوما غادي نخلوها تشرب مزيان هكذا، جات مديهبه محمره في القياس. ردوا معاها البال في الفران هكذا حتى تاخذ اللويين ديالها باش ما يتحرقوش لينا. وما نجهدوش الفران نهائيا، حتى بالنسبه للناس اللي غيديروا الفران ديال الغاز يديروه العافيه، يعني ديال غاطفه تكون خفيفه. ها هو القياس كيفاش جا، الشكل ديالها جا بنين. صافي الحشوه كتشد راسها وكتجي مقرمشه ولذيذه. هنايا غادي نستفها في هذه البواطه وصافي، ونحتفظوا بها غير في الثلاجه او لا خارج الثلاجه. بتحتفظوا بها حتى في الكونجيلاتور الا كنتو بتخلوها مده طويله ممكن. نتمنى ان الفيديو ديالي ما يعجبكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو مقبل مع مؤسسه واحده اخرى.